بسم الله. التحية على الأكرم منا جميعا شهداء الثورة السودانية على امتدادها. التحية لكل من يعاني في هذه اللحظة من نزوح، من معاناة، من كوارث الحرب، من كارثة الحرب تشمل القتل، النزوح، النهب، الجوع، المرض، الجهل، انسداد الطرق كلها يعني في وجه البشر، في وجه الناس، في وجه السودانيين. التحية لكم أي موقع كنتم، وندعو الله مع ختام هذه السنة ومع ذكرى ديسمبر، ثورة 19 ديسمبر، إنه ربنا يعود الأمن والأمان في ربوعه، والناس ترجع لحياتها الطبيعية وتكون كما هي. نتمنى حياة طبيعية لأهلنا في السودان. طيب، اليوم الحديث عن الراهن السياسي يشمل تداخلات كثيرة جدا. بس يعني أتمنى إنه يكون في العجالة بتاعته، في إنه اللايف ما ياخد الزمن الكثير ذاك. أتمنى أختصره في أقل من نص ساعة أو نص ساعة، وآسف جدا لمسألة الغياب اللي تم في الفترة اللي فاتت، وكان معظم الظروف صحية يعني. طيب، الراهن السياسي بيشمل أشياء كثيرة جدا في الفترة اللي فاتت خلال غيابي أنا، خلال الأسبوعين اللي فاتوا، اللي هي تمثلت في اجتماعات جنيف، ما تمخض عنا ثورة ديسمبر وذكراها العظيمة، وكيف تصبح ديسمبر باغية في أذهاننا وفي قلوبنا رغم كيد الكائدين، لأنه الحرب دي قلنا أصلا من أساسها هي لتصفية هذه الثورة، وبالتالي بنجد إنه خدتوا الرمز بتاع الثورة للأسف الشديد خدتوه قحط أو الحرية والتغيير، وبالتالي أصبح كل من كان في هذه الحرية والتغيير نتفق معاه ونختلف معاه، إلا إنه أصبح شنو بالنسبة للكيزان قدروا يسوغوا مسألة إنه قحط هي بتمثل الثورة، وبالتالي الهجوم يعني كترت على الثورة، بدليل إنه حتى الثوار، بعض الثوار انطلع عليهم الغشاء والغبار الكثيف اللي سببوا فيه الكيزان. لكن الحقيقة زي ما قلنا باينة وواضحة وحتظهر في إنه الكيزان هم من يقود الجنجويد ومن يقود الجيش، وبالتالي الكيزان هم من يخلق هذه الكارثة، وهم من يحاول تصفية هذه الثورة العظيمة، لأن هذه الثورة العظيمة هي بالتأكيد سوف تقضي على الكيزان وسوف تقضي على الجنجويد لا محالة، ولا زال يعني هذه قناعة لن تتغير، ولا المعطيات والشواهد الآن بتصيبنا بحالة من شنو؟ من حالة التكهن في إنها مثلا ما تحدث. لا، الثورة باغية والثورة منتصرة بإذن الله. ده جانب. الجانب الثاني في جانب الرهاسات الحالية، آخر ما تمخض له ميليشيات الجنجويد فينا أو مخطط الكيزان عموما، إنه شنو؟ تصوير السودان وتسويق السودان بما يحدث في ليبيا، أو التشابه في إنه يصبح السودان مقسوم على سلطتين، سلطة ميليشياوية جنجاوية وسلطة كيزانية بالمعلن يعني، وطبعا الاثنين هم الغيادتين كيزان يعني أو جسم واحد، لكن إنه إعلان حكومة برضو. تاني في المسألة بتاعت اجتماعات جنيف وما تمخض عنها. مهم نعرف إنه اجتماعات جنيف اللي حصل فيها شنو وما تمخض عنها. طيب، بالنسبة لجنيف
طبعا جنيف اصيبت بالاحباط لانه انا قبل كده ذكرت عدد المشاركين فيها، وانه المشاركين انه هم بطبيعه الحال انه ما كانوا جزء من الثوره، بل الثوره كانت ضدهم، لانه يعني حتى المعكوس بالشكل الواضح والرسمي بتاع العضويه، الا انه بنلقاه في نفس اللحظه انه هو شنو، هو ارتزاقي، هو مشارك في سلطه الكيزان حتى ليله اسقاطه. امثال مبارك الفاضل، حسن رزق، وتيجان السيسي، و المجموعه اللي هي كانت يعني عامل اساسي في دعم الكيزان من خارج صندوقهم الرسمي او المعلن يعني. دي مجموعه، وفي مجموعه الثانيه اللي هي مجموعه الكتله الديمقراطيه ما يسموا نفسهم، هم دي اصحاب كمان مشروع الانقلاب بتاع 21 2021 اكتوبر 21 اللي هو بقياده مناوي وجبريل واردول وناس هيو الجماعه ديل. ديل برضه كمان شنو بيمثلوا جزء في النهاية. لكن من المصادفات جدا انه في اجتماع، طبعا الاجتماع الاول كان في القاهره قلنا، والاجتماع الثاني اللي تحدد له من 25 ل 28 في جنيف في سويسرا، بدعوة انه شنو خلفها كان، انا وضحت الكلام ده انه خلفها كان المانيا وامريكا وبريطانيا في انه يخلقوا بديل للمشروع بتاع حمايه المدنيين اللي سقط في مجلس الامن بالفيتو الروسي، الفيتو حق الفيتو الروسي او حق النقد الروسي. طيب كان في خلاف في انه منو اللي بيقعد في الاجتماع ده. الدعوه تمت بما فيهم تقدم، لكن الكتله الديمقراطيه او مناوي وجبريل تحديدا كان عندهم موقف، وقالوا ده موقف مبدئي انه ما بيقعدوا مع منو، مع ناس تقدم، لان التقدم هم بيمثلوا، قالوا بالنسبه لهم هم بيمثلوا الجناح السياسي للجنجويد، ونحن بالتاكيد قالوا نحن ضد الميليشيات وبنحارب الميليشيات وممكن نقعد معاهم في اي موقع. في حين انه التقدم ما كان عندها رد، رغم انه الممثلين بتاعينها يعني نعتبرهم جزء من الثوره، كانوا صحيح نختلف معاهم في الاراء، مثلا زي عمر الدقير والله مثلا بابكر فيصل نختلف معاهم في مواقف وحاجات كثيره جدا حول الثوره دي، لكن انه يعني من المفارقات بتاعت المعادله هنا انه الكتله الديمقراطيه اللي جابت الانقلاب بتاع 21 اكتوبر 21 2021 25 اكتوبر 2021 انه هم يكون عندهم الراي في تقدم ويرفضوا الجلوس معها بشكل مبدئي، ونفذوا هذا التهديد. يعني ما مشوا اجتماعات جنيف، ما حضروا اجتماعات جنيف، بالرغم من انه اردول تقريبا الناس ما تبع الكتله رسميا هم بيمثلوا افراد دي اللي كانوا يتواجدوا هناك زي اردول وبتاع، لكن يتواجدوا فيها ناس جعفر المرغني، يتواجد فيها يعني تكتلات تانية عملت بديل للحاضنه بتاعت الانقلاب بتاع 21 لناس مناو وناس جبريل، وبالتالي ظهر جعفر الصادق وظهر ناس اردول وظهرت ناس مبارك الفاضل وناس تيجان السيسي وغيرهم. دي المجموعه مع تقدم، طبعا تقدم كانت معاهم، وطلعوا برنامج بتاع مشروع طويل كده، لكن انا بعتبره انه مشروع هو صحيح انت لو قريته نصيا بتقول والله يا اخي تحت القبه في شيخ يعني، لكن عمليا ما بتطبق، وعمليا ما يعني هم مواقفهم ذاتها بتختلف حول المشروع ذاته، يعني ما في الوحده اللي ممكن تحقق لها مشروع زي ده، وانت اصلا من النقيض من الطرف الثاني قاعد معاه وانت بتطلع معاه بيان مشترك او مشروع عمل مشترك، وانت اصلا من النقيض يعني اذا اخذتنا الحاجات على وضوحها بالشكل ده. ده اجتماع جنيف، يعني انا ممكن اتكلم عنه يعني عندي مقرراته كلها من الف لباء لزيت، فدي ممكن انا اجيبها يعني في لايف تاني اذا ربنا سهل الايام الجايه، ممكن نناقشها واحده واحده، لكن في النهايه هي نحن ما بناخذ فيها يعني يعني بالنسبه لي انا ما عامل، انا شخصيا بالنسبه لي ما بكترث لها، وما عندها تاثير ولا عندها وجود، بدليل انه الاجتماعات ده انتهت لها اسبوعين ولا ثلاثه ثاني ما شفنا لهم حاجه، ولا شفنا لهم حركه، ولا شفنا لهم حتى بيان ولا تصريحات في الاعلام عموما يعني. هذا يعني. طيب الوضع الثاني اللي هو الوضع بتاع ميليشيا الجنجويد تعلن حكومه، او متوقع انها تعلن حكومه، وانا شخصيا يعني رايي يكون واضح جدا في الحته دي. انا شخصيا يعني ما عندي اشكاليه انه مثلا الجنجويد يعلنوا حكومه، والله يعلنوا حكومه، لانه انا فقد الشيء لا يعطيه، ليه؟ لانه ما حتلقى احتراف من اي جهه، حتى من الامارات الكفيل بتاع الميليشيا دي ما حيلقى ده، ما حيعترفوا بده،
وبالتالي حتصبح يعني هنا يعني اذا اخذنا المقارنه مع النموذج اللي هسه هم ماشيين عليه نموذج حفتر في ليبيا. حفتر على اللي لقى مصر دعماه ومؤيداه، لقى السعوديه، لقى الامارات، لقى دول. وبالتالي عشان لقى الدول دي طلع الحلف الثاني بتاع الجهه الثانيه في ليبيا وبقياده تركيا، وخشوا في حروب وكده، وفي النهايه يدفع الضريبه المواطن الليبي المسكين زي المواطن السوداني، وتدفع الارض الليبيه يعني، وان تصبح الارض الليبيه اللي هي ساحه بتاع الصراع الدولي واقليمي. وهو ده نفس الحاجه هنا، يعني ما حيحصل الاحتراف ده. انا ما فهمني كثير انه الجنجويد يعلنوا حكومه وما يعلنوا حكومه، لانه لو اعلنوا حكومه وما اعلنوا حكومه هو فقد الشيء لا يعطي، يعني ما متمثل شيء، يعني صفر من ناحيه الشمال لا يغرى. كويس. لكن الان ما يهمني في الامر انه لو حصلت اي مشاركه لاي عضو من اعضاء قحط هنا تقدم، حتى ولو انه لا يمثل شيء، يعني داخل تقدم او قحط القديمه ديك لانه لسه بينكتوها، انه ده بس ما يهمني يعني في الامر. يعني لو شارك في مهزله زي دي صراحه بدي فرصه اكبر، وبدي دخاخين اكبر، وبدي حاله بتاعت تغبيش ورؤى لثوار الليله مواقفهم بدات تتغير عن اكتوبر. يعني الملاحظ انه في السوشيال ميديا المتابع انه يعني بس لما تعمل هنا تعمل فلتر او الهايلايت بتاعك، يعني انت لو مشيت باختصار شديد جدا عشان اديك طريقه ممكن تقرا بها السوشيال ميديا في لحظه. كل التقييم بتاع السوشيال ميديا انت ما محتاج مثلا تفتح الفيسبوك وترجع وتقرا لا، انا بديك حته تلقى في لو مشيت في الماسنجر بتاعك تلقى في حاجه اسمها الهايلايت دي بيجيب لك يعني انا في صفحتي مثلا في 25000، انا ال 25000 دي بيديني الهايلايت، بيديني الاهم بلخص لي، لكن التلخيص ده ممكن يصل ل 400 و500 حاجه، يعني انا بمر عليها لكن بيساعدني انا بمر عليها في لحظه بتاعت لحظات، يعني لحظه كده بتاعت قاعده كده بتاعت بريك نص ساعه 45 دقيقه انا ممكن اكون مريت على كل الحاجات اللي طارحينها الناس اللي متابعيني واللي اعضاء في الصفحه بتاعتي اصدقاء في الصفحه اللي هم اقل من 5000 لكن عندي متابعين 25000 دي، انا كلهم بلقى منهم الخلاصه، يعني في الهايلايت ده الحاجات السريعه كده بلقاها كده، يعني تقرير خفيف بيكون ومبسط وكده بتقرا في الحاجات دي. انا حسب اطلاعي في الحاجات دي وجدت انه الهجمه الشرسه على اي زول عنده بوست عن 19 ديسمبر، هجمه شرسه جد يعني. والهجمه دي ما من كده، لا ما من كده، الهجمه دي حقيقه من ناس تم تقبيشها بشكل كده مخيف، يعني حاله بتاعت رده بشكل يعني سامحوني يعني لكن بشكل مخيف فعلا يعني، لانه ده الثوار حقيقه، ودي الناس كانوا في الخطوط الاماميه، ودي الناس هم اللي اضغطوا نظام الكيزان. الليله حصلت الرده دي صحيح ممكن نحن عارفين تماما شكليه الدغدغه على المشاعر الوطنيه والدينيه او كده وكده، وانه الجنجويد يا اخي بالمختصر الشديد الجنجويد دي الكيزان، القياده بتاعتهم كيزان. الليله هسه امسك الكيزان دي كلهم من صفهم الاول ده كله بتلقاه بين الجنجويد وما بين الكيزان. كويس. الناس تفهم، الناس دي زي ما قالت امان الطويل، دكتور امان الطويل، ودي ذولا في المخابرات وبتعرف معلومات وعندها المعلومات اللي عندها بتاع هناي، انه القياده دي الكيزانيه الموجوده على غايه الجنجويد والموجوده على غايه الجيش دي بيتبادلوا الاكل والشراب والسلاح هنا. هذا شفت لك بيت زول اتنهب، هذا شفت لك زول بيت اتقتل، هذا شفت لك كوز، هذا ثاني من امين من الزول ذاك اسمه ذاك اللي هو بتاع الامن ذاك والثاني ذاك الجذوري ذاك بتاع داعي ذاك، الثاني ديل جابوهم في البدايه كمساله بتاع الدغدغه بتاعت مشاعر عشان تصدق بحاجه، دايرين تصدق بحاجه، لكن غير كده تاني ما في، لا في زول بيته اتنهب، لا في زول انترك، لا هذا كده قاعدين ومنعمين وما عندهم مشكله، وهم اللي عاملين الكارثه دي، والكارثه دي بغرض تصفيه هذه الثوره العظيمه، الثوره اللي انجبتوها انتوا، واللي ساهمتوا فيها انتوا، واللي قومتوها انتوا، واللي ضحيتوا فيها انتوا، وهي مستقبلكم انتوا في النهايه بتحلموا بوطن، وطن يسع الجميع. انتوا لما طرحتوا حريه سلام وعداله كانت بتشمل اي زول، وكانت بتنهي، هي بتخاطب جذور المشكله السودانيه، حريه عداله وسلامه دي بتخاطب ازمه الحكم في السودان، دي بتخاطب الوضع الحاصل في السودان تماما من جذوره، مشاكله كلها، والتهميش الحاصل ده نحن عارفين اصل السودان غير المدن، والمدن ذاتها يعني غير الخرطوم مهمش ايضا، خليك من الغورة، خليك من الارياف، خليك من كده، خليك من كده، ما في ظلم مهمش في السودان. وبالتالي بنلقى انه يعني كانت
حريه سلام وعداله كفيله جدا بانها تكون شنو؟ المفتاح السحري لقيام المؤتمر الدستوري الشامل اللي بيشمل كل اهل السودان، اللي بيخلونا يقعدوا يحلوا جذور مشاكلهم. دي الثوره حقتكم. انتوا لما تحصل لكم حاله التغبيش هناك بحكم الوطنيه وبحكم الدغدغه بتاعت المشاعر الدينيه وكده بتاع هناك، انتوا كده خدمتوا بطريق غير مباشر تماما، غير مباشر وغير مقصود تماما. واللي هي حالات بتاعت حالات انفعال، انا ما بلومكم فيها، حاله انفعال وطنيه، انفعال وطني زي ما ساهمتوا بارواحكم بيتفاعلوا وطنيا بحكم الاعلام وبحكم الهجم وبحكم الهنايه وحرب الكرامه لا، هي دي حرب الكوارث وصنعوها هم، ويجب انه يدفعوا ثمنها. الكيزان يجب انه يدفعوا ثمنها، اذا كانوا هم جنجويد، اذا كانوا هم هسه مدنيين، اذا كانوا هم في غايه الجيش يدفعوا ثمنها تماما. نحن ما ضد الجيش، نحن ضد قياده الجيش، لان قياده الجيش متكوزنه. الجنجويد يجب انه الثوره رفعته، انتوا رفعتوا الشعار ده، ما نحن، انتوا رفعتوا الشعار ده، نحن بنردد خلفكم. الجيش للسكنات والجنجويد انحل. ده اللي اترفع من بدايه ثوره 19 ديسمبر، ده سألنا، او من يوم 13 من بدايه من سنار والدماذين وكده. دي البدايه، ودي البدايه اللي نحن بنردد فيها الهتافات والشعارات خلفكم. دي شعاراتكم انتوا، ودي اهدافكم انتوا اللي انتوا بديتوها، واللي انتوا واصلتوا بيها 5 شهور من اصعب الشهور تضحيه ونضالا وجساره، الى ان وصلتم طغاكم في 11 ابريل. للاسف بنقول طوال انه حصلت اخطاء ميدانيه خلقت حاله بتاعت رده داخل الثوره، وفي غياب الثوره ذاتها من الحريه والتغيير، ده ما عندنا فيها خلاف. لكن احنا قادرين انه نعالج الاوضاع دي بدليل انه خلال الفتره اللي فاتت الى غياب الحرب الثوره ما وقفت من الشارع. انتوا ما وقفتوا من الشارع، الشارع كانت بتهتف وكانت بتناضل. يبقى الرده اللي حصلت هسه دي انا عارف انفعالاتها، ممكن اقدر انفعالاتها، لكن اتمنى انه لسه الناس تراجع ما يحدث بعين فاحصه. انتم ناس عندكم مبادئ، وناس عندكم افكار كويسه، وناس شجعان، وناس مناضلين حقيقه، ما اصلا ما في شيء، بس الناس تراجع ما يحدث الان وتغيموا بعيدا عن اي عاطفه. هتلقوا انه الكيدان وراء هذه الكوارث، الكيدان وراء هذه المصايب، والكيدان ديل تلقون في غاية الجيش، وتلقون مدنيين قاعدين في عطبرة يولعوا في الفتن، وتلقوهم جنجويد، لأنه هم صنعوا الجنجويد. الجنجويد قالوا من ريحهم. لما انتوا كنتوا بتقولوا الجنجويد انحل، بيقول لكم انتوا نص عليك، انتوا عملاء. الليله هسه هم بيقول لك الجنجويد، وبالتالي نحن ما دايرين نفتح دفاتر احزان، لكن ديسمبر تظل باقيه، لانه ديسمبر وعي، ديسمبر ثوره، ديسمبر ثوره على واقع مريض بنعيشه الليله. والواقع المريض ده طبيعي جدا انه يتحول لسرطان، يجي استئصال. السرطان ده يعني دي الحرب الان، الحرب البثوث الشغاله الان. وبالتالي علينا نحن التوخي، علينا الحذر، علينا التفحص، وعلينا التأمل فيما يحدث، نربط الأشياء ببعضها بتظهر لنا الصورة، بتظهر لنا الحقيقة. يجب أنها تقيف، دورنا نحن الحرب لازم تقيف، وأي ذو ارتكب جريمة لازم يحاسب، مدني عسكري بغض النظر، مليشي بغض النظر، حتى لو أجنبي ما بنخلي. أي ذو ارتكب جريمة، وهو تخطيط كيزاني بالكامل الدسم. أتمنى إنه ما يكون طبعا في تقارير أنا ما بعتبرها رسمية، لأنه ما في حاجة رسمية بتأشر لمنه ممكن يكون ضمن حكومة ميليشيا الجنجويد. مين؟ الواقع الجغرافي اللي هم دارين يفرضوا فيه برضه حكومة أمر واقع، زي ما في بورسودان دارين يفرضوها برضه في مناطق تانية. أعتقد إنه ممكن برضه تكون بتمثل، أنا في تقديري أنا ممكن تمثل نهاية مأساوية جدا للجنجويد. لكن بغض النظر أنا بقول إنه أتمنى إنه ما يتورط زول يعني كان في أي موقع من المواقع بتاعت الحرية والتغيير، لأنه أو من تقدم الآن،
لانه بيزيد من حاله الضبابيه وحاله التغبيش اللي بتمثل استراتيجيه كبيره جدا في الحرب دي بالنسبه للكيزان. الكيزان خاشين بها بدرجه 100% وناجحين فيها ب 100% لانه حاله التسويق خلقت حاله من حاله الاقتناع لمعظم الناس انه ما يعانوا انه ده سببه الجنجويد وسببه ما عارف قاعده ما شايله سلاح، نختلف او نتفق معاه ما شايل سلاح، ولا تقدم اللي بنختلف معاه تماما ما برضه ما شايل سلاح. شوف انت منو شايل السلاح؟ منو هو اللي بيحارب؟ منو هو اللي بينهبك؟ منو هو اللي بيقتلك؟ منو هو اللي بيشردك؟ انت دي انت ما تقف فيه، منو اللي وراه؟ ده السؤال. خلينا من الامارات والجانب الخارجي، لا داخليا منو هو اللي وراه؟ داخل السودان ذاته وراه منو؟ عشان انت تعرف منو هو اللي اتضرر من الحرب دي ومنو اللي ما اتضرر. اذا كان في جهه ما اتضررت جهه واحده بس، انت طوالي قوم تفحص عارف مين الجهه اللي ما اتضررت في هذه الحرب. عشان كده بنقول انه يعني الراهن نحن انا شخصيا يعني في بعض المعلومات انه في تفاوض بدا وفي تفاوض بدا وما بدا، وبالتالي اصبحت الخطوه خطوه تكتيكيه بتاعت الاعلان حكومه وما حكومه بتاع هنا، وقد تكون يعني ممكن يواصلوا فيها لانه اصبح لهم انه شنو كمسار بتاع انه يعني انت في حاله يعني اي تفاوض بين طرفين اي طرف بيحاول شنو يرفع من سقف مطالبه حتى انه يصل للحد اللي هو او يخرج بما يرضيه. زمان كانوا بيقولوا انه هم مستولين على الخرطوم، مستولين على الجزيره، مستولين على دارفور، مستولين على وين النيل الازرق وكده. هسه في تراجع حصل. يعني زمان ما كانوا هم محتاجين لاعلان الحكومه كوسيله من وسائل التكتيك او الضغط او كرفع لمطالب التفاوض حتى ان يصلوا لما يعني الجنجويد في النهايه هم عايزين يصلوا لهدف المشاركه في ما يخص المستقبل. يعني المشاركه بتضمن فك الغفران اليوم من المحاسبه، الناس تكون نقطه مفهومه تخلي للجميع مفهومه ومعروفه. هم الجنجويد في النهايه دايرين يصلوا لحته المشاركه حتى انه شنو يضمنوا عدم المحاسبه. ده السطر خلاص الموضوع انتهى هنا. طيب هل الان بدوا تحصل خسائر او تراجع بالنسبه لهم في معاركهم، اذا كان على مستوى بحري، اذا كان على مستوى درمان، اذا كان مستوى النيل الازرق، في ضغوط على مناطق ثانيه، فشلهم في الفاشر. فبالتالي لابد من يخلقوا معادله جديده. المعادله الجديده اللي هي تكتيكيا في تقديري انا اللي هي مثلا انه اعلان حكومه لمناطق يسموها مناطق سيطرتهم. ده برضو انا اتخيل بالنسبه لهم هم ما هدف استراتيجي، بقدر ما انه الهدف الاستراتيجي برضو انه يرفعوا سقف مطالبهم في التفاوض، وسقف المطالب اعلى سقف بالنسبه لهم هم وجود مشاركه تضمن لهم فك الغفران من المحاسبه الجنائيه. ده عشان الناس تفهم النقطه دي. ده جانب. الجانب الثاني منه اللي هو مثلا انه جسنا هو معروف انه الجنجويد ما عندهم قابليه في السودان، يعني ما عندهم حاضنه، حتى ما التصريحات بتاعت العماد والنظار وكده، لكن لا توجد لهم حاضنه نسميها الليله دي الحاضنه بتاعتهم. الجيش ده بالرغم من قيادته كيزانيه لكن بيجت حاضنه شعبيه كبيره، دي نحن عارفينها. الجيش لانه مؤسسه قوميه نختلف مع قيادته نعم، لكن الجيش في هيكلته صحيح نحن بنقول محتاج اعاده هيكله، محتاج اعاده تاهيل، ده وارد، وده جانب رفعته الثوره حتى. ده المسلك العام. عنده الحاضنه، لكن الجنجويد لا يوجد لهم حاضنه حتى في مناطقهم ذاتها. يعني حتى لا نتبلي انه بعدين عشان ما تحصل حاجات تفقد التعايش من ضاغطته في حاجات كثيره، اللي هو انه حتى القبائل دي فيها معظمها لا ما عندهم ناي. صحيح هاي في ناس في ناي مشاركين وناس كده وعمد بيتكلموا كده بتاع، لكن برضه ما بتغرها بنسبه 100% انه دي حواضن اجتماعيه بالنسبه للجنجويد. وبالتالي الناس تاخد الحته دي في محمل الجد. النقطه الثالثه ودي انا بتخوف منها تحديدا، الكلام اللي قلته انا في الاول ده ماشي، لكن دي انا بتخوف عنه انه تحصل مشاركه في اسماء بشكل غير رسمي، واتمنى انه
يعني ما الكلام كله يكون غير رسمي ومهما اللي هو مثلا الطاهر حجر، مثلا الهادي إدريس، مثلا نصر الدين عبد الباري، مثلا التعايشي. دي أسماء اشتغلت في الحرية والتغيير، اشتغلت في حكومة الثورة الأولى، الحكومة المدنية الأولى. كويس. دي الناس مشاركين فعالين جدا في تقدم. وبالتالي دي بتقوم التضليل الاعلامي اللي حاصل من الكيدان او الاستراتيجيه بتاعتهم بانه تقدم هي الجناح السياسي للجنجويد والكلام الكثير ده، وانه قحطي انها بتمثل هي سبب الحرب والكوارث. ده اعلام كيداني ممكن يلقى يعني مور من الكونفنسن بالنسبه للناس البسيطه، انه يفتكروا انه فعلا هاي الجنجويد دي وراهم قحطي وتقدم. لا لا، الجنجويد وراهم الكيدان. دي الحقيقه اللي الناس المفروض تعرفها. لكن الكيدان لانه المخطط بتاعهم كده انه يحصل دمار في السودان ده، هم والله السودان ده يتدمروا. الكلام ده هم بيقولوا علنا وقالوه، بيقولوا ما في ارجل مننا وما في شنو وما في شنو، والسودان ده بلانا نحن ما بيبقى بدوننا نحن ما في سودان. ده اصلا الفوضى. وده ما يحدث الان من نهبي، من الحاجات اللي بتحصل اللي قلنا تحولت مسار ما يعرف او التعريف الدولي واللغوي بالنسبه للحرب. الحرب عندها قوانين، ما في هنا في فرق بين الحرب وفي فرق بين الفوضى. ولما نقول فوضى معناها بنقصد شنو؟ بنقصد يعني حالات بربريه، حالة الهمجيه والبربريه. ده ما يكون به هسه الكيدان في السودان. عشان كده انا اتمنى انه ما تحصل الحاجات دي. لكن بغض النظر انه في النهايه انا ما بشوف انه مثلا انه الخطوه بتاعت الجنجويد اكثر من انها بس تضمن لهم شيء. الناس دي فقدوا الكثير وحيفقدوا الكثير، على الاقل كصوره لنا نحن. وبالتالي انه واستمراريتهم اكثر من كده ما اعتقد انه في دوله بكون ذاتها عندها الامكانيات بتاعت هنا دي. في النهايه الكيدان انه ذاته لاعبين الدور على الامارات. ده طبعا موضوع ممكن نتكلم عنه بتفاصيل اكثر، لانه في حاجات بتوثق حاجات في الملف بتاع الكيدان والامارات. ده ملف براء. فده ما يحدث الان، يعني ده الراهن اتخيل ليه السياسي. مساله الكلام اللي بقول فوقه انا ده مبني على شنو؟ على انه يقال انه في اجتماعات سريه بدات بشكل غير مباشر، متوقع انه خلال الايام الجايه تصل بشكل مباشر ما بين الجنجويد وما بين الكيدان نفسه ممثلين في غايه الجيش. في حاجات من الراهن السياسي الاخير اللي هو الاجتماع بتاع الخميس 18 ديسمبر اللي هو في مجلس الامن. جلسه الاجتماع اللي اتكلم فيها سعد الدين بحر الدين سلطان المساليد في مجلس الامن، وتحدث عنها في فيديوهاته. انا ممكن اخذت الفيديو بتاع حديثه خطابه في مجلس الامن يوم الخميس. تحدث عنه عن المجازر، عن الاباده اللي حصلت في الجنينه تحديدا. على معظمها كان من النساء والاطفال وكده، وهو كان شاهد عصر وشاهد شاهد على كل الابادات والجرائم اللي حصلت في منطقه الجنينه. خطابه كان مؤثر، كان فاعل، كان فيه مصداقيه، بيمثل حاله كبيره جدا حمل فيها المسؤوليه بشكل مباشر وكامل لميليشيات الجنجويد في احداث الجنينه. وتقريبا عنده توثيق وعنده وثائق وعنده حاجات استلمت لمجلس الامن. انا ما عارف ثاني مجلس الامن حيكون اتجاهه كيف، لكن الخطاب مؤثر بالتاكيد، حيكون عنده نتائج ما ايجابيه بالنسبه للميليشيات، ايجابيه بالنسبه للمساليد، بالنسبه لاهل دارفور، بالنسبه للسودان اجمع. ده ما اقوله في خطاب سعد بحر الدين. هو سلطان بحر الدين سلطان المساليد. ده باختصار الراهن السياسي. المعلومه الاخيره اللي هو بديت انا ما تميت، اللي هي مساله انه في تسريبات في انه في اجتماعات قاعده تحصل الان، او حصل زي جلستين حاجه زي دي بطريق غير مباشر. طريق غير مباشر يعني معناها في وساطه، والموضوع ده خاشين فيه الامريكان والالمان والبريطانيين، ثلاثه اطراف دي. بريطانيا بتتنقى تحديدا انه
حتى الجلسات الغير مباشرة دي هي بتلعب فيها دور لكن من خلف الكواليس، بحكم انه زي اللي عندهم موقف من الميليشيات تحديدا، دي البريطانيين. المانيا تخيل لي هي اللي الامريكان مفعلين لها الدور اكتر، او هي لعبه دور بتاع الاجتماعات الغير مباشره بتحصل ما بين الطرفين. متوقع انه ما معروف تفاصيل شنو تحديدا، لكن حسب التسريبات انه في اجتماعين الان حصلت ما بعد اجتماعات جنيف. في اجتماعين حصلت بيسموها اجتماعات غير رسمية، معناها اجتماعات غير مباشرة، بمعنى انه يعني ما بتلم الطرفين، لكن بتجتمع مع الطرف ده لحاله وبتجتمع مع الطرف ده لحاله، بترجع للطرف ده بحاجات، بترجع للطرف ده. تم اجتماعين. انا تخلي اذا في اجتماعين حصلوا، التقديرات الاوليه لاي حاله بتاعت التفاوض، التحليل المبدئي ليها او السياسي ليها بيقول انه اذا الاجتماع الاول دعا لاجتماع ثاني معناها في خطوه، في خطوه في الطريق، يعني كده بنسميها كده خطوه في الطريق، يعني في حاجه ايجابيه، في حاجه ممكن تبني عليها، في حاجه ممكن تقرب مواقف اكتر. والاجتماعات بتستمر كده عاده الى ان تصل للنقطه بتاعت انها يعني تفتح الباب بانه الاجتماع يكون الاجتماعات تحصل مباشره، اذا حصل اتفاق في نقاط هنا ونقاط هنا، مجموع بتاع نقاط على ضوء ممكن يحصل اجتماع مباشر. ده كله ما اقدر اوصله لكم. اسف، اعتذر جدا للفتره بتاعت الفتره اللي فاتت يعني. ده بالمختصر ما اقدر اوصله في الراهن السياسي. هقول في النهايه انه ديسمبر، ثوره ديسمبر باقيه في قلوبنا، في وجداننا، وفي نضالنا، في حياتنا. لازم تقيف، لازم تقيف، ولازم نعمل على انه لازم الحرب تقيف، لازم تقيف، لازم تقيف. واي ذول اجرم في حق هذا الشعب يجب ان يحاسب. المحاسبة هي المدخل الأساسي والرئيسي للعدالة. العدالة هي سنة الله في الأرض. تحياتي للجميع، إلى نلتقيكم في فيديو قادم. السلام عليكم.